الحمد لله اللي عدت على خير، والراجل ما جرالوش حاجة وعدت سليمة الحمد لله. بس الدكتور قال لي انا واحمد اللي الاكل كان فيه سم. مين فيكم بقى اللي حطيت له سم في الاكل؟ مين فيكم؟ واحنا نحط له سم ليه يا محمد؟ احنا بينا وبينه ايه؟ وعاوزين منه ايه؟ وبعدين الراجل كويس معانا من ساعة ما جه، وبعدين هو راجل عم العيال، هنسمه ليه يعني؟ اه والله ما حطينا حاجة في الاكل. وبعدين هو انتوا بتشكوا فينا احنا نعمل كده؟ اما السم ده وصل في الاكل ازاي؟ مين اللي حطه؟ معانا عفريت في البيت عاوز يموت اخويا. طب وبالعقل كده احنا لينا مصلحة اللي احنا نسمه ليه؟ يا جماعة عيب تشكوا في مراتكم. دوروا كده مين اللي ليه مصلحة في الموضوع. هيكون مين يعني؟ ايوه انا افتكرت، ده ساعات جت واحنا بنحط الاكل وقالت انا جعانه قوي، انا هقعد اكل. فانا سيبناها وطلعنا، رجعنا لقيناها على طول قايمه وطالعه تجري. بنقول لها في ايه يا بنتي ما عدتيش كلت ليه؟ قالت لا ده انا راح اشوف عيالي، انا مش جعانه مش جعانه. فاستغربناها ساعتها، بس ما نعرفش اللي هي ممكن تعمل كده. سعاد؟ سعاد تعملها؟ اللي ببالي جه ببالك يا احمد. سعاد اختك عاوزة تسم اخوك عشان الورث. ده انا اطلع عينها وادفنها هي وجوزها حية. فاهم يا احمد؟ لا يا اخوي، لو الموضوع وصل للموت يبقى سعاد دي ملهاش امان، وممكن تعملها معايا انا وانت كمان، طالما هي كده حابة الفلوس وجوزها كده كده ملوش لازمة. بس مش هينفع نقول اي حاجة دلوقتي قدام اخوك، عشان ما يعرفش مين اللي حط له السم في الاكل. انا قلت للدكتور قول له اللي فيه حاجة بخت في الاكل وهو الاكل محطوط. بس لازم نشوف حل في اختك سعاد دي، عشان اختك سعاد دي كده هيتخاف منها قوي. لازم نشوف حل يا اخوي فعلا. عامل ايه يا اخوي دلوقتي وصحتك عاملة ايه؟ انا الحمد لله يا اخوي، فعلا زي ما كان بيقول الدكتور الاكل كان فيه سم يا اخوي. يا جدع ما فيش الكلام ده، حية صغيرة بس هي اللي بخت في الأكل. انت عارف ان البلاد الأرياف مليانة بلاوي من دي. بس الحمد لله السم ما كانش تقيل، وربنا قومك لينا بالسلامة اهو، وخير يعني، ما تقلقش. يا اخوي انا عاوز اسند نفسي وعاوزك في موضوع، عشان اخد بعض واسافر على بلاد برا، عشان انا مش هعرف اعيش هنا. ليه يا ولدي وتسيب امك حبيبتك وتمشي؟ ديني شفتك يا امي وابقى هجيلك كل فترة كده. انا مش هعرف اتأقلم مع الناس هنا ولا اعرف اتأقلم في الحياة. الحياة هنا شكلها اتغير كتير عن زمان، والدنيا بقت وحشة خالص. يا جدع ما تقولش الكلام ده، الناس زي ما هي واحسن كمان من زمان. انت بس خليك في وسطينا. لا أي حاجة وحشة، انت عشان الموقف اللي حصل لك كده تبقى الدنيا كلها وحشة؟ يا راجل اقعد واسكت. الدنيا هنا جميلة، وخليك في وسط أهلك وناسك. تروح في وسط الغريب ايه يا راجل؟ يا راجل تعالى شيل معايا أنا وأخوك، وخليك معانا في المسؤولية، وابعت هات عيالك ومراتك اللي انت بتقول اتجوزتهم دول اللي احنا ما شفناهمش. معلش يا اخوي، انا مش هعرف اتأقلم هنا. وبعدين يا اخوي، انا شغلي وحياتي كلها برا وتعودت على برا. النظام هنا اختلف كتير عن زمان. بس انا اما اخلص بس واقوم من اللي انا فيه عاوز اقعد معاك. معلش بقى، انا ما كنتش عاوز افتحك في الموضوع ده، بس جيه الوقت اللي افتحك فيه. موضوع ايه يا اخوي؟ هقول لك على حاجة، قوم لنا بس بالسلامة، وان شاء الله خير في اي مواضيع. استأذنكم انا هروح كده اشوف الدكتور. انت عامل ايه دلوقتي يا ولدي؟ كويس؟ كويس اهو يا امي، وزي الفل، وهو ما يرقص معايا دلوقتي هحزم ونرقص. بس يا واد اتحش معايا، اضحك معايا يا امي. بقولك يا ليلى، نعم يا اخوي في ايه؟ اختك سعاد ما قالتلكيش على اي حاجة؟ هتعمل حاجة كده ولا كده؟ ولا ما حكيتش معاكي في اي حاجة بموضوع الورث ولا اي حاجة؟ ما انت عارف يا اخوي اللي سعاد انا وهي ما بنجيش مع بعض في الكلام، وعلى طول بتتضايق مني. عارف، عشان انت بتسديها في الكلام وبتضايقيها. بس الموضوع المرة دي يا ليلى موضوع كبير وواعي قوي. ويو فعلا اختك سعاد في دماغها كده، يبقى خوف علينا كلنا منها. في ايه يا اخوي؟ عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما انت عارف على طول بتعمل بلاوي،
ايه اللي حصل المرة دي؟ عملت ايه؟ لا، المرة دي غير كل مرة يا ليلى. المرة دي الموضوع حياة أو موت، وممكن تخلص علينا واحد واحد. انت بتهزر يا اخويا ولا بتتكلم جد؟ سعاد، وصل الموضوع بيها حياة او موت؟ ليه؟ وهكون هو اللي حصل لاخوي بسببها هي اللي عملته؟ أيوة يا ليلى، الدكتور قال لنا الأكل كان فيه سم، وأما مسكنا دلوقتي الحريم وقعدنا نقلر فيهم، قالوا ده سعاد هي اللي كانت جاية ساعة الأكل، وقعدت ما كملتش 5 دقايق وخدت بعضيها واتلخبطت، وبعد ما كانت بتقول لهم جعانة قالت لهم لا أنا مش جعانة. يا نهار اسود يا اخوي، الموضوع وصل بيها لكده؟ طب وانتوا اتأكدتوا لسه اللي هي حطت الحاجة دي في الأكل يكون مش هي وتكون مشت وما كنتش كانت جعانة فعلا؟ عشان كده أنا وأخوك مش لازمين ناخد أي خطوة لما نتأكد كويس، يكون الموضوع يتشابه ببعض، بس سعاد تعمل أي حاجة وانت فاهمة كده عشان الفلوس. أيوة يا أخوي، وحتى جوزها ملوش لازمة وبيمشي وراها في كل حاجة. على العموم أنا عادي، أنا هروح لأخوك دلوقتي المستشفى وربنا يجيب العاف سليمة. قول لي يا أحمد، مين اللي حط السم لأخوك في الأكل؟ ومين اللي كان قصده يعمل كده؟ ما تحطيش في بالك، فيش منه الكلام ده، واحنا من امتى عندنا الأذية دي؟ كبر دماغك. ولا ده ما تخبيش عليا، ده الدكتور بنفسه أنا سامعاه بيقول لك الأكل كان فيه سم، هتخبي عليا أنت؟ ما اقدرش اخبي عليك اي حاجة، بس بكبر دماغك. ده هو هتلاقيه كده تعبان ولا حية سايبة في البيت هي اللي عملت كده. احنا من امتى عندنا تعابين وحية سايبة في البيت يا أحمد؟ يا أحمد أنت عارف حاجة أنت ومحمد ومخبيينها عليا. يا أمي كبر دماغك، قلت لك كبر دماغك وملكيش دعوة بالحديد ده. يا ولدي ابني كان هيموت مني ويروح من ايدي وتقول لي كبر دماغك؟ يا ولدي في حاجة مخبينا عليا انت ومحمد، قولوا لي في ايه؟ والله يا أمي ما في حاجة، ومش عاوزين نقلك وخلاص. كبر دماغك من الموضوع ده، ما تحطيش في بالك. يعني انت متأكد يا ولدي اللي ما فيش حاجة؟ بس برضه الحديد ده ما داخل دماغي، وعلى عموما عادي. وبعدين اختك سعاد ولا جوزها جم ليه؟ ما جوش ورانا ليه؟ هما ما عرفوش حاجة بالموضوع؟ ما عرفوش، ده هم قص الموضوع يا أمي. مالك يا ولدي بتوسوس روحك ليه الجنب التاني؟ قول لي في ايه؟ مفيش حاجة يا أمي، بس حذر ابن سعاد وجوزها بقى الأيام اللي جاية، عشان الأيام الجاية شكلها كانت هتبقى أيام تين علينا وعلى دماغنا كلنا. تين علينا ليه يا ولدي؟ سعاد اختك ست غلبانة وجوزها غلبان وعيالها غلبانين، تين ليه علينا؟ وبعدين يا عمي عشان حالة جوز اختك ما فيهاش مادية شوية نعملهم وحش يعني؟ يعني أنت تتوقع إيه يعني يا أمي؟ ما جوش ورانا ليه؟ لا محرجين، قالوا هنخش بايدينا فاضية ولا حاجة، ده اللي مخليهم محرجين وما جوش. عادي، ما انت عارف ظروف جوزها. ده أنت قلبك طيب أوي يا أمي، فعلا محرجين مش راضيين يجوا عشان ما معهمش حاجة يخشوا بيها. على العموم طمني بس، الدكتور قال لكم ايه؟ اخوك هيطلع امتى؟ قال لنا بس هيفضل 24 ساعة تحت الملاحظة وهيطلع إن شاء الله. ان شاء الله يا ولدي. مالها امك يا احمد؟ كانت عاوزاك في ايه؟ كانت عاوزة تعرف السم ده كان محطوط فعلا ولا ايه الموضوع بالظبط. وانت قلت لها ايه؟ اوعى تكون قلت لها. لا مش للدرجة دي يعني يا محمد، هقول لها على كده يعني اللي سعاد اختي هي اللي حطت السم. انا لسه لغايه دلوقتي ما تاكدناش، بس هي وسعاد وجوزها وربنا ما هسيبهم. ومين قالك اللي انا كمان هسيبهم؟ بس نتأكد بس، عشان بعد الظن اسمه برضه، لغاية دلوقتي مش متأكدين. بس هي على التفاصيل اللي مراتك قالتها ومراتي يبقى سعاد. وبعدين انت عارف سعاد بتحب الفلوس، وممكن تكون عملت الموضوع ده قالت لك يا سعيد جاي ياخد فلوس ولا حاجة. ممكن تكون تفكيرها جابها كده فعلا. بعدين يعني حتى لو جاي ياخد فلوس مش ده من حقه برضه يا اخوي؟ ايوه من حقه يا اخويا، ما نقدرش نقول غير كده. بس هو موضوع اختك انت عارف دماغها عاملة ازاي. عارف يا اخوي، وربنا يجيب العواف سليمة ويعدينا على الموضوع ده على خير. اخوك كمال لاحظ حاجة ولا عرف حاجة؟ لا انت كده كده عارف اللي كمال في الباي باي، مهما تتكلم قدام ولا يحصل اي حاجة هو مش في الدماغ، هو في وادي واحنا في وادي تاني.
والله يا اخويا عجباني دماغ الواد ده، مش حاطط للدنيا هم. احنا اللي شايلين الهم من صغرنا لغاية دلوقتي. عادي بقى يا اخوي، عيل صغير وانت عارف دماغه، كبر دماغك منه، سيبه عايش كده. هو طالما بياكل ويشرب وبياخد فلوس يقعد على القهوة، مش هيتكلم في اي حاجة. ولغاية امتى يا احمد؟ لغاية امتى؟ مش هيشوف مصلحته ولا مصلحة عياله. بركة فيك بقى يا اخوي، وانت قد وقدود، وانت من غير ما نتكلم ما بتخليناش بصراحة نعوز حاجة. ربنا يخليك يا احمد، طول عمرك محترم والله. انت المحترم يا اخوي.